بيكم حبايبي في قراية جديدة. النهاردة هنعمل قراءة للمنفصلين أو المبتعدين، يعني اللي في بينهم وبين بعض خلاف. المهم إن انتوا ما بتتكلموش، يعني في قطع للتواصل ما بينكم وما بين بعض، والعلاقة دي يعني فيها مشاكل ومش عارفين يعني تكملوا تستنوه، ولا العلاقة دي خلاص انتهت وكل واحد فيكم يشوف طريقه. يعني ملخص كده، عايزين نعرف تنساه ولا تستناه؟ هل في أمل إن الشخص ده يرجع والعلاقة دي تكمل، ولا تشوف حياتك وتشوف طريقك؟ القراية دي زي ما قلنا للمنفصلين وللمبتعدين اللي في بينهم وبين بعض ابتعاد. أول مجموعة هتبقى بالحجر الأسود ده، أو أول حرف من اسم الشخص اللي في بالكم، وهتلاقوا الحروف في أول تعليق. والمجموعة التانية الحجر ده اللي هو الأزرق ده، او على حسب برضو اول حرف من اسم الشخص. يعني هديكوا ثواني كده تختاروا الحجر الاسود او الازرق، ونشوف كده الشخص ده في امل منه تستناه ولا تنساه وتشوف حياتك، عشان ما تضيعش وقتك. يعني ساعات الواحد بيبقى عايش على امل ومستني الشخص ده يرجع يتواصل معاه تاني، يقرب منه، بيضيع عليه فرص وبيضيع عليه وقت، وفي الاخر ما بيرجعش، او العلاقه دي بتكون خلاص ما فيش منها امل. فعلشان ما تضيعش وقتك على الفاضي، احنا عملنا القرايه دي علشان نجاوب على السؤال ده: تنساه ولا تستناه؟ يلا هنبتدي باللي اختاروا الحجر الاسود، المجموعه الاولى، الحجر ده. وهنشوف دلوقتي طاقتكم انتم الاول ناحيه الشخص ده، علشان تعرفوا القرايه دي ليكم ولا لا. طاقتكم انتوا ناحيته، وطاقه الشخص ده اتجاهكم دلوقتي، طاقة الشخص اللي انتوا نويتم عليه، أصحاب المجموعة الأولى الحجر الأسود، طاقة الشخص ده ناحيتكم في الوقت الحالي. طيب، أولا انتم طاقتكم دلوقتي، انتم عندكم لسه مشاعر حب اتجاه الشخص ده. بالكوين اوف كابس دي يعني معناها ان انتم لسه عندكم مشاعر حب، لكن انتم كاتمين المشاعر دي جواكم، وحاسين ان الحب ده حب يائس، حب ما فيهوش امل. انتم ناس عاطفيين جدا، وعندكم طاقة من الحنان والأمومة والاحتواء عالية قوي. يعني انتم ناس يعني قلبكم طيب وحنون جدا، ومعطائين جدا في المشاعر وفي الحب، زي عندكم طاقة الأمومة عالية، أو طاقة الأنوثة والحنية عالية قوي. فانتم حسيتوا من برغم يعني كل المشاعر اللي جواكم والحب والعطاء اللي انتوا عملتوه ده، ما اخدتوش حاجة في العلاقة دي، او الشخص ده ما كانش شخص مبادر، ولا كان يعني دايما مسبب لكم حالة من حالات الاحباط. فانتم عندكم لسه ليه مشاعر حب اتجاهه، لكن انتوا كاتمين المشاعر دي جواكم. صحيح من وقت للتاني بتفتكروه، والذكريات باستمرار بتطاردكم، كل المواقف الحلوة اللي كانت جمعتك بيه، بتحاول ان انتم تمشوا لقدام. فالطاقة بتاعتكم هنا طاقة فيها حب، بس حب يائس. يعني انتم لسه عندكم مشاعر حب، يعني مش بتكرهوه مثلا او عندكم حقد عليه او غضب عليه، لا، انتم عندكم مشاعر حب قوية جدا ناحية الشخص ده، لكن انتم كتمتم مشاعركم جواكم، لان انتم حسيتوا ان مفيش تقدير للمشاعر دي، او العلاقة دي فيها صعوبات شديدة ومش هتقدر تتحقق ويبقى فيها استقرار على ارض الواقع. فاخدتم انتم قرار ان انتم تستشفوا من العلاقة دي وتنهوا بقى التعب وتنهوا الحزن والضربات اللي انتم اخدتوها في العلاقة ديت مع الشخص ده. انتم كنتوا يعني استحملتوا كتير وصبرتوا كتير، فاخدتم قرار قاطع بان انتم تقطعوا العلاقة دي. ممكن تكونوا انتم اللي اخدتوا القرار بقطع العلاقة او قطع التواصل، او انتم اللي ابتعدتوا عن الشخص ده. انا مش شايفة ان العلاقة دي يعني اتقطعت بطريقة فيها مشاكل او فيها خناق او
تبادل يعني لكلام صعب وما بينكم ومشادات قوية. بالعكس انا شايفاكم ان انتم اخدتوا القرار وانسحبتوا بحب، انسحبتوا بهدوء، ما عملتوش اي مشاكل. وانتم دلوقتي بتحاولوا تركزوا على استشفائكم، يعني انتم بتحاولوا تركزوا على طاقة الاستشفاء والتعافي من العلاقة دي، ولسه عندكم امل. يعني انتم ما فقدتوش الامل خالص في الشخص ده، بالعكس انتم لسه عندكم امل ان العلاقه دي تتجدد ودي يبقى فيها عوده تاني. فلو القرايه، لو الطاقه دي تناسبكم ودي فعلا حالتكم ودي طاقتكم، يبقى القرايه دي ان شاء الله ليكم. لو الطاقه دي مش منطبقه عليكم شوفوا المجموعه التانيه. طيب الشخص ده بقى طاقته ايه من ناحيتكم؟ هو بيحبكم جدا برضه على فكره. الشخص ده بيحبكم قوي بطاقه الفور اوف واند دي، يعني البيت، انتوا بالنسبه له البيت. هو بيحس ان انتوا توأم روحه، وان انتم اشخاص يعني تمتلكون من المشاعر والحب والجمال اللي ما يتعوضش. هو عارف قيمتكم جدا على فكره، والشخص ده حاسس ان انتم ان انت الشخص الوحيد اللي يناسبه. يعني هو عارف قيمتك دلوقتي، عارف ان انت الشخص الوحيد اللي يناسبه واللي ينفع ان يكمل معاه. لكن الشخص ده مجروح جدا ومستسلم، عارف كويس انه ظلمك وعارف انه تعبك، وهو كمان تعبان على فكرة. الشخص ده مش حياته مش كويسة خالص. يعني لو هو بيبين ان هو ماشي حياته مبسوط او حياته عادي وبيروح وبيجي وانت شايف ان هو مش متأثر بالبعد، لا بالعكس الشخص ده تعبان جدا في بعدك ومتألم جدا، وان مضروب العشر سيوف. ممكن كمان يكون صحته مش احسن حاجة الفترة دي، لكن هو لسه عنده مشاعر حب اتجاهك غير مشروطة. الشخص ده بيحبك جدا زي ما انت ما بتحبه بالظبط، يعني نفس الحب. انت برضو عندك مشاعر حب كلها حنية وأمومة وعطف، وهو عنده مشاعر حب غير مشروطة. يعني سواء انتوا اجتمعتوا او ما اجتمعتوش الشخص ده مش هيبطل يحبك. مشاعره متدفقة ناحيتك حب غير مشروط. طيب امال ايه بقى؟ يعني انا شايفه ان انتوا ما شاء الله يعني بتحبوا بعض قوي والدنيا حلوه. طيب امال ايه سبب البعد؟ يعني ايه السبب اللي خلاكوا انفصلتوا او بعدتوا لما انتوا بتحبوا بعض قوي كده؟ يعني سبب البعد ايه؟ الشخص ده ممكن يكون متزوج، ممكن يكون عنده التزامات عملية ومالية، مركز على الأمور اللي بتخص العمل والمال، أو هو شخص مسؤول عن أسرة، سواء كان زواج يعني بيت وأسرة وزوجة وأولاد، أو أسرته هو يعني أب وأم بيرعاهم، حد زي إن هو في حد في حياته بيرعاه ومركز معاه ومركز على شغله على نجاحه، على شخص مادي شوية. مش معنى ان هو شخص مادي ان هو شخص يعني مش كويس، لا هو شخص مادي يعني مركز على شغله ومركز على نجاحه، ما هواش عاطفي زيك. انتم ناس عاطفيين قوي. انت اللي اخترت المجموعة دي، انت شخص عاطفي خالص. ففرق كبير بين ملكة الكؤوس وملك الفلوس. يعني فملك الحب وملك ملكة الحب وملك الفلوس ما يتفقوش مع بعض. انتوا ناس عاطفيين جدا وهو شخص عملي جدا ومادي جدا. فممكن يكون هو ده سبب الخلاف اللي ما بينك وما بينه، ان انت ما حسيتش ان هو بيديك عاطفة كفاية، مش مقدر عطائك، ما بيبادرش، ما بيقولش كلام حلو، ما بيعبرش عن المشاعر، بيبدي مسؤولياته وشغله اكتر. ممكن يكون حسيته ان هو مش مهتم بالعلاقة دي اصلا، واخدها كده يعني بلا مبالاة، مش متحمل مسؤولية العلاقة، وان انتم بس مجرد علاقة شغف كده، تواصل كده من على بعد. عايز العلاقة تبقى ما فيهاش مسؤولية، تبقى بس كل فترة كده نتكلم نهزر شوية نتكلم شوية وخلاص. مش مستقر في العلاقة دي خالص. انت حسيت ان هو مش ملتزم بالعلاقة دي ولا عايز يلتزم فيها، وان هو عنده التزامات تانية اخرى اهم ومركز عليها ومديها كل وقته. عشان كده انتوا انفصلتوا عنه او انسحبتوا عنه. طيب ايه مشاعر الشخص ده بالظبط ناحيتكم؟ مشاعره ايه في الوقت الحالي وانتوا بعيد كده؟ ونواياه، هل ناوي يرجع ولا لا؟ مشاعر الشخص ده ليكم. الشخص ده حاسس ان انتم اتغيرتم
وبقيتوا عقلانيين زيه. يعني انتوا كمان اتغيرتوا خالص. يعني هو ما عندوش فكرة ان انتوا لسه عندكم مشاعر ناحيته على فكرة خالص. الشخص ده شايفكم بقيتوا ملكة السيوف مش ملكة الحب. يعني ملكة السيوف امرأة عقلانية جدا، بردة المشاعر، ما عندهاش مشاعر خالص. اخذت قرار بالعقل وبالمنطق ونهت القصة وقطعت العلاقة دي بشدة. الشخص ده حاسس بكده، حاسس ان انتم اتغيرتم وما بقاش عندكم مشاعر ناحيته، وان انتم اخدتوا قرار الانفصال ده قرار عقلاني، وان انتم دلوقتي خلاص يعني مش عايزين ترجعوا له. هو حاسس كمان ان انتم بتستشفوا من كسرة القلب. هو عارف على فكرة ان هو كسر قلبكم، وان انتم ناس طيبين جدا وحنونين جدا وصبرتم عليه وتحملتوه وحاولتوا توازنوا العلاقة دي على قد ما تقدروا. بس في النهاية كان في كسرة قلب، في طرف ثالث يمكن تدخل ما بينك وما بينه وافسد العلاقة ما بينك وما بينه، وهو ده السبب. هو بس هو في الاكتر هو شايف ان انت قلبك انكسر منه، وان انت دلوقتي اتغيرت واخدت قرار بان انت تحكم العقل مش بالمشاعر بقى، تمشي زي زمان وتستشفي بقى وتتوازن وتداوي كسرة القلب اللي هو سببها لك. يعني هو حاسس بكده، حاسس ان انت مشاعرك اتغيرت خالص ناحيته، ما عندوش فكرة ان انتم لسه في طاقة الحب والتفكير فيه. واضح ان الشخص ده مش عارف عنكم كتير. طيب ايه نواياه بقى؟ هل ناوي يرجع ولا مش ناوي؟ تستناه ولا تنساه؟ ناوي على ايه؟ طيب الشخص ده بصراحة كده يعني هو نواياه لو هو في ارتباط وعنده زواج يعني ودي طاقة واضحة بنسبة 70%. الشخص ده عنده امرأة أخرى في حياته. هو ناوي ان هو يعني يتسحب كده من العلاقة التانية اللي هو ملتزم بيها زواجه، ويتسحب كده كل فترة ويجي لكم ويقضي معاكم وقت حلو. بصراحة يعني الشخص ده مش ناوي يبعد خالص، ولا ناوي ان هو يعني يلتزم خالص، لان هو في التزام اصلا في حياته الشخص ده. عشان كده هو كان بيتعامل معاكم ان العلاقة دي كل فترة كده نيجي نتكلم شوية وخلاص، وما حسيتش انت منه هو ان هو ملتزم معاك. علشان كده ليه؟ لان هو اصلا عنده التزام اخر. فبنسبة 70% الشخص ده متزوج، لو انت تعرف عنه ان هو متزوج. لو انت متأكد ان الشخص ده مفيش في زواج في حياته، الشخص ده مش عايز يلتزم. فهو هيتسحب كده، كل ناوي ان هو يتسحب كل فترة، وطاقة السارق هنا او الحرامي يعني يتسحب كل فترة ويجي يقضي معاك وقت حلو. يعني انا شايفة ان هو نواياه شوية فيها ما فيهاش التزام كفاية، بس هنفتح برضو ونشوف. يعني هو ناوي يرجع ويكلمك تاني ويقضي معاك وقت حلو تاني، لكن التزام هنعرف بقى هل هو فيها التزام ولا لا. الشخص ده بياخد منك طاقة إيجابية. لما انتوا بتبقوا مع بعض هو بيبقى مبسوط وسعيد. unrecorded love، حب غير كافي. العلاقة دي يعني فيها مشكلة ارتباط وزواج. الشخص ده بنسبة كبيرة متزوج او في مشكلة ارتباط وزواج هنا في العلاقة دي. الحب ده مش كفاية، ما عندوش حب كفاية ان هو يعني، او الحب مش كافي ان هو يخلي العلاقة دي فيها التزام وزواج. ممكن يكون الشخص ده زي ما قلت لك عنده ارتباط اخر، عنده زواج يعني، ومش قادر يبقى معاك في علاقة ارتباط، لان الحب لوحده مش كفاية. بيحبك وكل حاجة، لكن هو ما يقدرش يضحي باستقراره او بزواجه. فاللي انا شايفاه هنا ان هو هيبقى عاوز يتخاطر معاك، يتصل بيك كل فترة، يسأل عليك، ياخد منك طاقة ايجابية كده ووقت حلو وتقضوه سوا، تنسوا بعض المشاكل، وكل واحد فيكم يفتح قلبه للتاني، تقضوا مع بعض وقت حلو بس. لكن انا مش شايفة زواج، يعني مش شايفة منه طاقة زواج. بس هنسأل برضو بكارت اخير عشان ما نظلموش برضو، نديله فرصته. هل الشخص ده ناوي على ارتباط او زواج؟ لا، هو عايز العلاقة دي تبقى علاقة ثلاثية. يعني علاقة تفاهم، علاقة عمل، علاقة صداقة مع بعض كده، يعني تحت اي مسمى غير الزواج يعني، للأسف يعني. فانتم نصيحتكم طبعا
ده قراركم في الاول وفي الاخر، بس يعني هنا الكروت بتنصحكم ان الشخص ده مش يعني لو انتوا بتدوروا على علاقه رسميه وزواج وارتباط حقيقي، الشخص ده لا، مش هيقدر ينفذ لكم اللي انتوا عايزينه. لكن لو انتم ما عندكوش مشكله ان العلاقه تبقى علاقه حره كده ما فيهاش التزام، ده قراركم. الابراج اللي معانا برج السرطان والعقرب والجدي والدلو والقوس والعقرب والحوت والسرطان وبرج الثور. طبعا الابراج مش مهمه، بس احنا يعني ايه بناخدها كاشاره يعني. اتمنى كده القرايه تكون عجبتكم اصحاب المجموعه الاولى، ونروح لاصحاب المجموعه الثانيه. نبتدي بقى بالمجموعه الثانيه. نروح للمجموعه الثانيه، الحجر الازرق. خلينا وناخد طاقتكم الاول. طاقة أصحاب المجموعة التانية الحجر الأزرق، طاقتكم إيه دلوقتي ناحية الشخص اللي انتوا نويتم عليه في الوقت الحالي؟ طاقتكم ناحية الشخص ده دلوقتي. مش طاقة الشخص ده ناحيتكم انتم دلوقتي في الوقت الحالي. طاقة الشخص ده ايه؟ طيب اولا انتم عشان تعرفوا القرايه دي تخصكم ولا لا، ركزوا في الطاقه، عشان لو دي طاقتكم ودي الحاله اللي انتوا فيها دلوقتي يبقى القرايه دي ليكم ان شاء الله. لو ما لقيتوش الطاقه بتاعتكم يبقى شوفوا المجموعه الاولى. انتم دلوقتي في طاقه فيها ثبات وتخطيط للعمل للمستقبل، وثابتين في مكانكم. انتم مش ناويين ان انتوا تتحركوا ناحيه الشخص ده ولا خطوه، بالعكس انتم واقفين مكانكم ومستنيين. واضح ان انتم كمان يعني بقالكم فتره مستنيين الشخص ده انه يتحرك، انه يبادر، انه يعمل اي خطوه، بس انتم واخدين قرار قاطع ان انتم مش هتبادروا ومش هتاخدوا اي خطوه اتجاه الشخص ده. وحطيتوا حدود لنفسكم وللشخص ده. انتم اللي انفصلتوا عنه، يعني انتم اللي اخدتم قرار القطع. ممكن كمان تكونوا عملتوا له بلوك، يعني في طاقة بلوكات كمان هنا، لان انتم واخدين قرار وقفلتم قلبكم تماما عن الشخص ده. بعد فترة تعب، ممكن تكونوا انتم تعبتوا وصبرتوا كتير عن الشخص ده ان هو ياخد قرار، ان هو يعني يوضح هو عاوز ايه. الشخص ده كان متردد معاكم، وده اللي خلاكم انتم قلبتم عليه القلبة دي. انتم قلبتوا على الشخص ده لانه شخص كان متردد ومش قادر ياخد قرار في العلاقة ومش مرسيكم على بر. اوقات يكون طاقته طالعه نازله كده معاكم، يعني اوقات يكون حامي ومقبل على الحياه وطاقه فيري كده وعاوز يبذل مجهود ومندفع ناحيتكم، وتاني يوم تلاقوه بارد خالص وهدي خالص ومنعزل مبتعد اختفى. ما بيقولكش حقيقة مشاعره، حقيقة الوضع، العلاقة دي ايه، ناوي على ايه، هيتصرف ازاي، مش اي حاجة. عمال في العلاقة كده طالع نازل، طاقته طالعة نازلة كده. يوم يحبك قوي ويقرب منك، وتاني يوم تلاقيه ابتعد وهرب واخد جنب وكأنه ما يعرفكش. فانتم تعبتم من الطاقة دي. ممكن يكون حصل ما بينكم وبين بعض خلاف، انتم اتكلمتوا مع بعض وشدتوا مع بعض في الكلام. هو ممكن يكون الشخص ده افتعل مشكلة لما انت طلبته ان هو يحدد موقف او يقول لك هو ناوي على ايه او انت مين بالنسبة له، والشخص ده عمل مشكلة معاك، فانت رحت قافل عليه بقى، قفلت عليه ونهيت انت الموقف ما بينك وما بينه بطاقة حاسمة وصارمة جدا. انت يعني الشخص ده عايز يقرب منك دلوقتي، على فكرة بيراقبك حتى لو في بلوك، في طريقة كده يعني طريق حيلة كده بيحاول يعرف اخبارك منها، يبص عليك منها حتى لو في بلوكات. هو ليه طريقة كده خفية، ممكن يكون عامل اكاونت فيك وبيبص عليك منه. هو مراقبك، باصص عليك، نفسه في بداية جديدة معاك برغم كل الخلافات اللي حصلت دي كلها ما بينكم. الشخص ده لسه بيفكر فيكم،
لسه عنده رغبة في التواصل معاكم، لكن واضح ان الشخص ده خايف منكم. انتم يعني واضح ان انتم قفلتوا معاه العلاقة دي بطريقة صعبة. طيب نشوف الشخص ده ايه مشاعره تجاهكم دلوقتي في الوقت الحالي. حاسس بايه ناحيتكم دلوقتي؟ مشاعره، الله ده بيحبكم قوي بصراحة. ده عنده الإيس اوف كابس، يعني مشاعر الحب الفياضة، الحب الغير مشروط. الشخص ده بيحبكم قوي. والستار كمان، يعني ده الشخص ده بيعشقكم. كارت اللافرز كمان يحبكم قوي. انتم بالنسبة له توأم روح، العشق، الحب كله، الأمنية اللي بيتمناها. واضح ان انتم لما ابتعدتم وحبيتوا نفسكم الاول وثبتتم على موقفكم وحطيتوا للشخص ده حدود، الشخص ده بدأ يفوق لنفسه، بدأ يراجع نفسه، وحس قد ايه انتم حبكم حقيقي ولا يعوض. حبكم قوي على فكرة الشخص ده، وشايفكم نجمة عالية في السماء. بقيتوا بعيدين المنال دلوقتي عنه. من ساعة ما انتوا ابتعدتوا وخدتوا الموقف ده من الشخص ده، والشخص ده مش قادر يبطل تفكير فيكم، وعنده طاقة هوس ناحيتكم بكارت الديفل. مدمن على المراقبة، مدمن على التفكير فيكم، حاسس بغيظ وحاسس بغيرة ان انتم مبتعدين عنه، وكمان عنده طاقة جسدية ناحيتكم قوية، بس احنا مش عايزين نطلع الكروت قوي علشان خاطر اليوتيوب يعني. فالشخص ده عنده طاقة شغف جسدي عالية جدا، وتعلق بيكم عاطفي وجسدي وروحي ومن كل ناحية. متعلق بيكم جدا، بيغير عليكم جدا. شايفكم ان انتم ابتعدتوا وخدتوا موقف حاسم ناحيته، وهو يعني هيتجنن عليكم بصراحة. الشخص ده متعلق بيكم دلوقتي وبيراقبكم بهوس. طب ناوي على ايه بقى؟ طب احنا الاول ما عرفناش سبب. احنا قلنا ان سبب الخصام او البعد انه الشخص ده كان متردد وما كانش محدد لكم انتم عايزين ايه، بس ان هو دلوقتي واثق ومتاكد ان انتم توأم روحه، وان انتم العشق بالنسبه له، بيحبكم، ومشاعره دلوقتي بقت فياضه ناحيتكم. طيب ايه نواياه؟ هل ناوي يبادر، ناوي يقرب، ناوي يعمل اي خطوه الفتره القريبه اللي جايه، يعني فتره شهر كده من دلوقتي ان شاء الله؟ هل في منه نوايا مبادرة؟ الشخص ده متألم جدا ومخبي عليكم ان هو لسه بيفكر فيكم وعايزكم. الشخص ده متألم قوي لبعدكم، وحاسس ان هو يعني مش قادر يعيش حياته من بعد انتم ما مشيتوا. على فكرة البعد ده مأثر عليه جسديا ونفسيا وكل ناحية، ومش عايزكم تعرفوا ابدا ان هو بيمر بالازمه دي. يمكن بيحاول يبين ان هو تمام واموره كويسه، لكن الحقيقه لا. طيب هو ناوي يعمل ايه؟ هو ناوي يختفي شويه بصراحه، يعني دي نوايا، ان هو هيختفي شويه لحد ما يحاول ايه، يستنى ان انتم اللي تبادروا، يستنى ان يمكن المبادره تيجي من ناحيتكم، لان الشخص ده حاسس ان انتم مش طايقينه بصراحه. يعني هو ملوش وش يقرب منك، عشان كده مرمي على الارض خالص ومضروب العشر سيوف، لان هو حاسس بالعجز وبقلة الحيلة، خايف يبادر دلوقتي. يعني يمكن مستني شوية لما تيجي مناسبة او تحصل صدفة تجمعكم مع بعض، بس الشخص ده ناوي على ان هو يرجعك تاني. حتى ان هو هيستنى شوية، لو انت ما تواصلتش وما رجعتش هو هيجيلك، لان هو عايزك في حياته وبيحبكوا قوي على فكرة. طيب هل هو عنده نية الزواج والارتباط، ولا دي مش في دماغه اصلا؟ هو عنده رغبة طبعا ان انت تبقى، هو شايفكم ان انتم يعني هتبقوا الزوج المثالي او الزوجة المثالية، بس هو محبط قوي ومش عارف، هو مش قادر يعرف ولا يحدد انت عايزه ولا لا. هو ندمان على فكرة، ندمان قوي وزعلان جدا على الموقف اللي حصل ما بينكم وبين بعض، لان هو شايف ان انتم يعني قفلتوا منه قفلة وحشة. هو مش قادر يحدد دلوقتي، هو محتار. هو بيحبكم على فكرة وعايز علاقة جادة معاكم، لكن هو عنده طاقة ندم وإحباط، يمكن حاسس إن انتم مش هتقبلوا بيه
او ان انتم خلاص ما بقيتوش عايزينه. ممكن يكون كمان يكون شايف ان انتم عندكم اختيارات تانية كتير غيره. طب وضع العلاقة دي في المستقبل ان شاء الله يعني هتبقى ازاي؟ تستناه ولا تنساه؟ المهم يعني لا، الشخص ده جايلك، ده جايلك وجايلك بعرض زواج ان شاء الله باذن الله، وحب كمان. معانا ملك الحب والهيروفنت اللي هو رجل الدين او المأذون او الشخص اللي هيبقى فيه بينك وبينه ارتباط، وجايلك سريعا كمان، في خطوه سريعه من الشخص ده ناحيتكم ان شاء الله باذن الله، وفيها حب وفيها ترسيم، لان الشخص ده بيحبكم جدا. طب نشوف لكم كده كروت الرومانس هتقول لكم ايه بخصوص الشخص ده. اصحاب المجموعه الثانيه الحجر الازرق. انا ريكوردد لاف ده هو حاسس بكده، حاسس ان انت ما بقتش بتحبه، هو حاسس بكده، عشان كده زعلان وندمان ومحتار ومتردد يقرب ولا لا، لان هو حاسس ان انتم ما بقيتوش بتحبوه. بس فهو المشكله هنا اللي مخوفاه وقلقاه ان انت ما بقتش بتحبه زي زمان. الشخص ده عاوز يدي للعلاقه دي فرصه تانية. الكروت هنا بتقول لكم ادي لعلاقتك العاطفيه فرصه تانية. الشخص ده هيبقى عايز فرصه تانية وهيحل اي مشاكل حصلت ما بينكم وبين بعض. الكروت هنا بتنصحك ان انت تستنى الشخص ده، الشخص ده بيحبك جدا ووفي ليك. الابراج معانا برج الثور، برج السرطان، برج الجدي، برج الحوت والعقرب، برج العذراء.